لو عندك أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة وفيديو جديد. لو حضرتك أو حضرتك عايز يكون ليك بيزنس في مجال الكوزماتكس مستحضرات التجميل، فاحنا بنقدم لحضرتك فرصة كويسة بكذا شريحة وكذا ليفل. كل الشرائح دي عليها ديسكاونت 50% لغاية آخر مارس. الشرائح دي بتبدأ بعد الخصم 50%، بتبدأ من 700 جنيه. أيوة. 700 جنيه زي ما بقول لحضرتك كده. الشرايح هما 3 شرايح. الشريحة الأولانية إن أنت تبقى امباسادور أو تبقي امباسادور، يعني سفير أو سفيرة. ده يعني مصطلح في مجال الماركتينج والسيلز. الليفل اللي بعد كده هو الفرانشايز، ويمكن كنا في حلقات قبل كده اتكلمنا عن الفرانشايز. والفرانشايز دوت نقدر نقول عليه نوعين: نوع ان انت اوريدي عندك ورق رسمي، سجل تجاري بطاقة ضريبية، و الشريحة دي اسمها فرانشايز ستور، و 5000 جنيه. من 1 ابريل هتبقى 10000 جنيه. واخر شريحة عندنا اللي هي الفرانشايز شير، ودي بتبدأ من 7000 جنيه. ودي في الحالة دي ب... يعني انت بتبقى شايل ايدك من كل حاجة، إلا من العائد ومن الأرباح. لو عايزين توضيحات واستفسارات أكتر، تابعوا الفيديو اللي موجود في التوصيف وفي الرابط، وبحيث إن إحنا هنبقى بنشرح كل شريحة منهم، وبنتكلم حوالين التفاصيل بتاعتها، وكمان هنتكلم حوالين المنتجات اللي موجودة فيه. طيب، هنبدأ بأول شريحة. هقلب الكاميرا. احنا هنا أول شريحة خالص، ودي زي ما قلت في ديسكاونت 50%. فهي لغاية واحد، يعني لغاية 31 مارس هتبقى ب700 جنيه. ودي شريحة اللي اسمها امباسادور. الامباسادور دي زي ما قلنا هي بتبدأ من 700 جنيه. دي لازم بس يبقى فيها عند حضرتك أو عند حضرتك، آم، نقدر نقول بلاتفورم أو منصة، سواء بقى كان جروب على الفيسبوك، جروب على الواتس، على التليجرام، عندك صفحة على الفيس. ففي الحالة دي حضرتك أو حضرتك بتاخد، يعني دي حاجة أشبه للناس اللي اوريدي قبل كده اشتغلت على يعني منتجات بتاعت ايفون واورفليم وكده. فدي مش شرط وجود سجل تجاري بطاقة ضريبية. دي بتبقى منتجات محددة، وهنتكلم عن المنتجات دي بعد شوية بعد ما نستعرض الشرائح المختلفة. طيب احنا الدور بتاعنا ايه؟ احنا بندي حضرتك البرودكتس، المنتجات، وبندي لحضرتك ماتيريال، سواء كان ماتيريال ده بقى فيديو، صور، بتقدر انه حضرتك او حضرتك تشتغلي بيه. ففي الحالة بتاعت الامباسادور دي حضرتك اللي بتشتغل او حضرتك اللي بتشتغلي وبتسوقي. واللي احنا بنبقى الدور اللي علينا ان احنا بنوفر لحضرتك البرودكتس، المنتجات، بخصم كويس. فانه من 700 جنيه بنبقى مدين لحضرتك هي منتجات سعر السوق بتاعها والسعر اللي بيتم البيع بيه بشكل رئيسي واساسي هو بيبقى فوق ال1500. وبتاخدي يعني بتجيبي 700 وبتجيبي تقريبا قدها في خلال قد ايه. عشان كده بتلاقوا الجزئية اللي تحت لا يوجد التزام زمني، لانه في الشريحة او في الليفل بتاع الامباسدور هي معتمدة على حضرتك او حضرتك بشكل رئيسي واساسي. فهنا اللي بيسوي وبيطلع حضرتك مش احنا. فالالتزام الزمني انه دوت الار او اي او العائد الاستثماري دوت يجي لحضرتك في خلال قد ايه، ده بناء على شطارتك. ممكن يجي خلال يوم، اتنين، اسبوع، على حسب التشانل بتاعت التسويق بتاعت حضرتك. طيب. أم... طيب، دي بالنسبة للشريحة الأولانية اللي هي الامباسادور. هنبقى برضو بنلخصها تاني.
انه شريحة الامباسادور دي حضرتك او حضرتك بتعمل بيبقى بيزنس، حضرتك بتاخدي منتجات، احنا اللي بيبقى علينا، والمنتجات دي بيبقى احنا هي بخصم 50%. عفوا. الخصم ال50% دول احنا بنبقى مختارين لحضرتك او حضرتك منتجات، هي منتجات بياعة، منتجات كويسة، منتجات، وبنوفر لحضرتك الماتيريال سواء كان فيديو، ريفيوهات، أو ديزاينات مختلفة بناء على التنسيق اللي ما بيننا. وحضرتك أو حضرتك بالعائد المتوقع هنا بيبقى من 80 ل 100%، يعني ال 700 حضرتك بتجيبهم أو حضرتك بتجيبيهم بترجعيهم تاني، وبيبقى فوقيهم تقريبا نفس الرقم. وزي ما قلنا ما بيبقاش فيه التزام زمني لأنه الموضوع عند حضرتك أو عند حضرتك. طيب، لو احنا هنقول المنتجات اللي هتبقى موجودة دي هتبقى منتجات ايه هنتعرف عليها، هم هيبقوا mainly أو بشكل رئيسي وأساسي هم 3 منتجات هنتعرف برضو عليهم مع بعض عشان الناس يبقوا عارفين. طيب، احنا أول منتج هيبقى عندنا هو الزيت، زيت الجوجوبا، وده الزيت الأساسي والرئيسي. ويمكن احنا برضو لو هنا بنتكلم إن هي منتجات محددة، فبنيجي بنقول إنه تمام إن حضرتك بتاخدي كولكشن ما بين الزيت ده، زيت 40 ملي، زيت جوجوبا نقي معصور على البارد. في منه أحجام مختلفة، ممكن بعد كده ويمكن في فيديوهات قبل كده كنا سوري اتكلمنا عنه. طب لو في اي حد من الناس، يعني بس اتمنى الناس الموجودين معانا على على اللايف يبقوا بس بيقولوا لنا الصوت تمام والدنيا تمام ولا في مشكلة، عشان بس نقدر ان احنا نبقى مكملين بشكل كويس، عشان بس ما نبقاش بنعيد الكلام دوت تاني. تمام يا فندم. نرجع تاني، فبيبقى عندنا منتجات محددة. ده الزيت، ده زيت للجوجوبا زي ما قلنا نقي، آه، خام معصور على البارد. وبيبقى معانا كمان شامبو. الشامبو ده برضه بزيت الجوجوبا، ده شامبو افتر كير وللعناية الفائقة بالشعر الضعيف والمتساقط والهيش. وكمان للشعر المعالج اللي معمول له تريتمنت، سواء كانت يعني سواء كان التزم ده بقى بروتين أو كرياتين أو كافيار أو غيره أو مسبوق. فده بيطول عمر التريتمنت، وفي نفس الوقت بيدي إفكت بشكل كويس. بيبقى معايا برضه في الشريحة اللي هي الأولانية اللي هي شريحة الامباسادور، بيبقى معانا كمان الكونديشنر او البلسم. وهو مش بس بلسم، هو كمان نقدر نقول ان هو حمام كريم وكمان ليفين. طبعا الحاجات دي كلها هي حاجات اورجانيك، حاجات سواء كان الشامبو او البلسم هو شامبو وبلسم عشبي، فبالتالي الإفكت بتاعهم بيبقى بشكل رئيسي وشكل أساسي بيبقى يعني واضح وفعال، والناس هتبقى بتطلب البرودكتس والمنتجات ديت ويتعمل منها بإذن الله ري اوردر بناء على إن إحنا شغالين في المجال ده من 2016. طيب، ده بالنسبة للشريحة الأولانية. فزي ما قلنا الشريحة الأولانية دي بتبقى يعني فيها ضمان بشكل غير مباشر على المنتجات اللي احنا بنبقى بنقول لحضرتك او حضرتك عليها. طيب، دي في حالة ايه؟ في حالة انه حضرتك او حضرتك عندك راس مال معين، وراس المال دوت حضرتك او حضرتك عايز انه انت بتبدأ، فهو بيزنس صغير بشكل رئيسي واساسي. طيب، الشرايح اللي بعد كده هما في شريحتين هنتكلم فيهم برضو مع بعض. طيب، الشريحة اللي بعد كده بنتكلم عن الفرانشايز ستور.
وفي كمان الفرانشايز شير هنتكلم فيهم هما الاتنين مع بعض في نفس التوقيت، بحيث ان احنا هما الاتنين فيهم يعني تشابهات كتيرة وفيهم اختلافات بسيطة. طيب الفرانشايز ستور هنا شريحة أكبر، والعائد أو ال ROI بيبقى أعلى. إذا كنا بنقول إن العائد في الشريحة اللي هي بتاعة الامباسادور دي بتبقى ما بين 80 ل100%، هنا بيبقى بالنسبة للفرانشايز ستور بيبقى يعني بيبدأ من أو يعني المتوسط بتاعه 150%. ولكن الفرانشايز شير وده اللي احنا نبقى بنديره احنا بشكل رئيسي ومباشر، وهنتكلم عن تفاصيله. بنتكلم على انه ال 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 يعني او ممكن بس علشان البودكاست، فاحنا برضو الصورة دي هتلاقوها هي هتبقى نازلة الصورة الرئيسية، وهنبقى برضو حاطينها. هتلاقوا ان فيه هيبقى بوست بنشرح فيه التفاصيل دي وهيبقى نازل فيه. حضرتك بس يعني اللي داخل معانا وشايف ان الصورة او حاجة مش واضحة، هننزل البوست على طول بعد ما نخلص اللايف بإذن الله هنا على اليوتيوب. فبالنسبة للفرانشايز ستور ده، حضرتك أو حضرتك لازم يبقى عندك سجل تجاري بطاقة ضريبية. فأنت أوريدي عندك بيزنس شغال، عندك مكان على الأرض بتبدأ تشتغل من عليه وتسوق من عليه. آم، زي ما قلنا الحاجات ديت هي عليها ديسكاونت 50% لغاية 31 مارس. فهنا الفرانشايز ستور لغاية آخر الشهر ده بتبدأ من 5000 جنيه، من يوم 1 أبريل هتبقى الضعف، هتبقى 10000. لازم وجود سجل تجاري بطاقة ضريبية. حضرتك هنا عندك الأوبشن بتاع الاختيار. طيب حضرتك عايز تختار طبعا في الفرانشايز ستور والفرانشايز شير، هو من الأرقام دي ومضاعفاتها يعني 5 10 15 20 وهكذا. بالنسبة للفرانشايز شير المنتجات هنا بتبقى مفتوحة، وبنختار المنتجات اللي هي العائد بتاعها كويس، سواء كان بقى سيرم ضوافر، سيرم رموش، ليب جلوس. يعني دي حاجات للناس اللي شغالة في مجال الكوسماتكس، دي حاجات بياعة أكتر والربح فيها بيبقى كويس. طيب في الفرانشايز ستور حضرتك اللي واخد الفرانشايز، فاحنا بندعمك بإيه؟ بإن احنا بنساعدك في التسويق أو بنساعد حضرتك في التسويق. وبيبقى اللي احنا متوقعينه من خلال الدعم اللي احنا بنقدر نقدمه لحضرتك أو حضرتك، إنه حضرتك بتقدر تعمل يبقى دورة رأس المال في الحالة دي من 120 ل 150 يوم، من يعني من 4 شهور لماكسيموم 5 شهور. وده في الباد سيناريو أو في الورست سيناريو، في السيناريو الأسوأ. في الفرانشايز شير زي ما قلنا بتبدأ من 7000. مش مشكلة سجل تجاري بطاقة ضريبية، لأن احنا بنشتغل في الحالة دي في فرانشايز شير. حضرتك أو حضرتك بس بيبقى إن أنت يعني بيبقى فيه نوع من التدوير لرأس المال، بدون دخول في تفاصيل أو الهدك، لأن احنا في الحالة دي بنعمل دعم مبيعات ودعم تسويق. وزي ما قلنا العائد المتوقع هنا بيبقى 200%، وهو ده أعلى الشرايح اللي موجودة. وإنه في مدة أقل من الفرانشايز ستور، لأنه ده بيبقى من 90 يوم ل 120 يوم، يعني من 3 شهور لغاية 4 شهور. احنا هنا حاولنا على قد ما نقدر، زي ما قلت احنا بعد شوية هنبقى بننزل على اليوتيوب. هنا هنبقى بننزل يعني ديسكريبشن وشرح اكتر الثلاث أنظمة in details. ولو في أي سؤال أو استفسار عند حضراتكم تحت أمركم. وبرضه هنبقى بنتكلم أكتر على منتج بحيث إن إحنا يبقى المنتجات بشرحها بالأنظمة بتفاصيلها تبقى موجودة ومتاحة عند حضراتكم. أي سؤال أو استفسار نتشرف جدا بحضراتكم. أي حد عنده سؤال بس يسيبه لنا في الكومنتات، وإن شاء الله نقدر نرد عليه في أقرب وأسرع وقت، أو بنرد على طول يعني إحنا. واللايفات برضو يا ريت إن حضراتكم كل اللي بيشوف الفيديو ده سواء كان معانا على اللايف أو يعني شافه بعد كده بعد ما رفعناه، سواء على البلاتفورمز المختلفة، سواء كان الفيسبوك انستجرام أو التيك توك. مهم جدا إن حضرتك تتواصل معانا. وهتلاقوا برضو التفاصيل اللي ليها علاقة بالشرح. يعني أي سؤال أو استفسار تحت أمر حضرتك.
كان مع حضراتكم باسم سمير على قناة ومنصة التصدير فيروز هب، وكمان على قناة باسم سمير بتاع تصدير. تحياتي وتقديري للجميع، ويوم سعيد لحضراتكم.